ينقل الشيخ علي النمازي الشاهرودي رحمة الله عليه في كتاب مستدرك سفينة البحار في الجزء 10 صفحة 517. إن دليت الكتاب عرفت الكتاب، إن دليت الصفحة في مادة هدى في حرف الهاء والدال والألف بعده. ينقل هناك يذكر اسم أستاذه اللي درس عنده 15 سنة. أستاذه درس عنده 15 سنة، ميرزا مهدي الإصفهاني. يذكر ويبجل شأنه وأنه درس في إصفهان وأكب نفسه على الأمور العقلية واستوعبها، ثم هاجر إلى النجف وحضر عند الكاظمين العلمين الكاظمين، عند سيد كاظم اليزدي في الفقه وعند شيخ محمد كاظم بلي الخراساني في الأصول. خذ مقطع شوط، ولما رحل إلى ربهما اختص 14 سنة اختص بالميرزا النائيني وأخذ عنه العلوم. وفي هذه الفترة كان يتردد على كربلاء على السيد أحمد الكربلائي. السيد أحمد الكربلائي العلم في العرفان وفي أبواب المعرفة ذاك الوقت، وكانت بينه وبين صاحب الكتاب صاحب الكفاية مراسلات. كان ضليعا بالعلوم العقلية وكان ضليعا في جانب المعارف. حضر عنده مدة وكان يتردد عليه مدة حتى استطاع أن يعرف كيف يسلخ نفسه وينتزع نفسه في حال اليقظة. هذول جماعة عندهم يعني كل جماعة موجودة، جماعة يضربون سكاكين، يضربون ميالة، يضربون كذا، يضربون شيء ويتظاهرون. هسه واحد اجى للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن رسول الله، عندنا فرد واحد مولاي لو تشوفه يروح لك فدوة، هذا من يقرأ قرآن الكل يقومون يبكون، فد قراءة عليه فد قراءة عليه الكل يقومون يبكون. والإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له: هذا يقرأ القرآن مهتدي عنده ولاء لو ما عنده ولاء، عنده هداية كما يريد الله لو ما عنده. قال له: مولانا خو تدري أكثر ذول اللي يزاحمون نفسهم ويقرون القرآن لأن ما عندهم أهل البيت، عندهم فراغ هواية، ما يطالعون كلمات أهل البيت، ما يطالعون حياة أهل البيت، يصير عنده فراغ، يصير عنده فرصة، يصير عنده شيء، فيصرف في تعليم القرآن وقراءة القرآن والأطوار، وبالنتيجة يطلع قارئ متمرس. فيقول الإمام الصادق: هذا من يقرأ باصطلاحنا المبالغات العرفية بتش الصخر ماكو، وربما غشي عليه. هو هالقد ما يقرأ فد شكل وكذا ونغمات وشيء، فدنوب يغشى عليه. الإمام صلوات الله عليه قال: هذا يتلبس به الشيطان، الشيطان دا يتلبس به، يطلع بهالصور هاي، لا تغرك هاي. المهم أن يكون مهتديا. كتاب الله ما أنت مسكتم بهما، هذول عايفيهم، ما يفيد هسه واحد يطلع منا واحد يطلع. المهم التمسك. أعلام التقى ماشي وراء هذا العلم، شايلين الراية، شايلين راية التقوى ويمشون. اللي يمشي وراهم
تحت هالراية شي يكون تقى، اللي ما يمشي وراهم ضلال، يعني اللي عايف راية التقى يا راية يروح تحت راية يا راية، ماكو غيرها، لو راية التقى لو راية الضلال. فالبعض على أي حال عندهم من كل المذاهب مقصودي، عندهم تنويم مغناطيسي ويتضلعون فيه، حتى أن بعضهم يشفي المرضى به. أكو كتب كتبت خاصة في التنويم المغناطيسي، بعضها على شكل دروس، بعض الكتب فيها 150 درس بشكل منتظم لبعض المغاربة وبعض المصريين مختصين في هذا الجانب، يعملون فد أشياء غريبة وكذا وشي. الغرض وتعلم أن شلون تنسلخ نفسه. هذا الكلام يجر الكلام، ذكرنا بعض الأشياء، ردنا نذكر أنه الآخرين هم يقولون احنا عدنا ذني، من هذا الباب ردنا نجيب نقول الآخرين هم يقولون من بس عندكم احنا هم عدنا، ردنا نقول لهم عمي احنا تحت راية التقى، انتوا تحت راية من؟ هذا المهم. احنا امرنا النبي ان نمشي تحت هاي الراية وماشيين ان شاء الله على قدنا، كل واحد ايش قد عندنا نسبة من التقى ان شاء الله نمشي، واحد يشوفه في الصف الاول، واحد في الصف العاشر، واحد في الصف الاخير، ان شاء الله الكل تكتمل قواه ويلتحق ان شاء الله. تعلم كيف ان يسلخ نفسه حتى في حال اليقظة، وذني فد علوم خاصة بأهل المعرفة. غرضنا يا أخي، يقول بعدين بعد ما تعلمت هذه الأمور كنت كل ما أراجع الروايات أراها زين واحد ينتبه على نفسه، مو إذا يجي عزرائيل يلا ينتبه ونبهني، دائما يقول نبهني عن نومة الغافلين، ليكون هو غافل نعوذ بالله يروح، هاي نعمة هذه. يقول شو كل ما أجل الروايات أقراها كان ضليع بالأمور العقلية والعرفانية، يقول كل ما أجل الروايات أشوفها ما تتلاهم مع عقلي، صعبة علي أستوعبها. فبدأت ما أقدر، هاي العلوم جارية في دمي وعروقي، العلوم العقلية والعرفانية جارية في دمي وعروقي، ما أقدر. تعلمت عليها، أستاذ في هذا الفن كان، شفت لا أحتاج لي جذبة، فقمت أروح في مسجد السهلة. ما نسيتوا هاي القصة دا أنقل لكم إياها عن شيخ علي النمازي الشاهرودي في الجزء 10 صفحة 517 في مادة هدى، دا ينقلها عن أستاذه، أستاذ اللي 14 سنة درس عنده في مشهد. يقول قمت أروح إلى مسجد السهلة، ميرزا مهدي الأصفهاني اسمه، أروح إلى مسجد السهلة وقمت أتوسل بالإمام متضرعا باكيا مجدا مكدا، مو أروح أصلي بغفلة وأطلع، مجدا مكدا باكيا متضرعا، أقول له سيدي خذ بيدي مروتك مولاي، شوي أصلح فكري خلي أفتهم الروايات بشكل صحيح. يقول أنا راح هذا أنقل لك يا عن هذا الكتاب، وأنقل لك النسخة الثانية التي وصلتنا عن طريق تلامذته، عن طريق ولده، عن طريق ابنه، النسخة الثانية عن طريق ابنه. هسه هاي النسخة الأولى اللي عن الكتاب هذا دا أنقله. يقول فرأيت لوحة مكتوب عليها طلب المعارف
من غير طريقنا. مساوق يعني مساوي، المساوق الذي يساويه من جميع الجهات يقولوا له مساوق. مساوق لإنكارنا. وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. اللهم صل على محمد. بعد التوسلات شفت هاي اللوحة كأنها هو هالشكل ينقل ابنه، ينقل يقول والدي. يمكن ما كان يوضح القصة للبعض، وابن النسخة هاي النسخة مالت الكتاب نقلت لك يا دا نقول لك النسخة الثانية عن ولده. هذه يقول والدي يقول أنه هو شاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، شاف للإمام، والإمام أسد أعلام الهداية، هداه الإمام لأن كان يريد يطلب. فكرت احنا المعارف عمر دا ناخذها من طريق آخر من الطرق العقلية. المعارف لابد أن تؤخذ من طريق الوحي، لابد أن تؤخذ من طريق الوحي المعارف. يقول ارجعي اتركت تدريس العلوم العقلية الفلسفة وكذا وكذا، العرفان اتركتها واتجه إلى آخر عمره. يقول اتجهت إلى كتاب الله والعترة. فذاك الوقت قمت ألتذ برؤية الروايات، ألتذ بكلام الوحي. تلك النزعة اللي كانت موجودة عندي راحت، اللي كانت تخليني تأبى أن أقبل هذه المعارف. وهذا ببركة ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظت أعلام الهدى دائما إذا تتوسل تجيك الهداية، بس لازم تدور، مو لازم تعتبر نفسك فوقهم، مو تعتبر نفسك مساوي لهم. لا، هذول اللي إذا صار الظهور يقولون ارجع يا ابن فاطمة، لأن عقيدتهم يقولون الإمام مثلنا، ماكو فرق بيننا وبينه، هو تقواه أكثر من عندنا. حال العلماء، الإمام عالم. وقت اللي ما يعتقد بعصمته ولا يعتقد بأن الله أمرنا أن نسلم لهم، نعم نوقف نناقشهم، نعوذ بالله من ذلك. إن شاء الله يرزقنا التسليم ويسلموا تسليما، نسلم لله ولهم. التسليم لهم بأمر الله تسليم لله تبارك وتعالى.